في مصر وشريك مؤسس في شركة لؤلؤة أفريقيا، وهيشرح لحضراتكم مميزات السلالات المستوردة. أستاذ علاء غباشي، حضرتك واحد من أهم المربين لسلالات الأغنام في مصر، وخصوصا البور. ده اللي أنا أعرفه. لما توصل إنك تجيب كل السلالات دي مع المجموعة هنا في محجر لؤلؤة أفريقيا، يبقى أنتوا بقيتوا وحوش أفريقيا. احكي لنا مميزاتها، وجودها هناك، موطنها فين، إزاي قدروا يطوروها في جنوب أفريقيا. كلمنا عن السلالات الجديدة. أنا اتكلمت مع حضرتك قبل كده إن إحنا حابين، سمعنا نداء الرئيس للتطوير، فقمنا ولبينا وحملنا على كتفنا الأمانة دي، وبدأنا بتطوير سلالات الماعز، وجبنا سلالة البور التي تعتبر أعلى سلالات الماعز في العالم إنتاج اللحوم. لإنتاج اللحوم. وبفضل الله بعد ما كان أعلى معدل نمو للجدي عندنا 150 جرام، وأعلى معدل وزن ممكن يوصل له عند عمر سنة 35 كيلو، النهاردة بفضل الله المربين قدروا يطلعوا 100 كيلو جدي 100 كيلو عند عمر سنة، فاللهم لك الحمد والشكر. بعد كده اتجهنا لسلالات الأغنام. طبعا احنا عشان نقول احنا عايزين نطور لازم نحط خطة للتطوير طبعا، ولازم ندرس السلالات المحلية عندنا ونشوف محتاجة ايه عشان تتطور. درسنا سلالة البرقي وهي الأكثر انتشارا والأكثر عددا موجودة في مصر، وشفنا ايه اللي ينفع يطورها، وهو سلالة الدربر. سلالة البرقي سلالة صحراوية تتأقلم مع الجو الحر والبارد وتعيش على أقل الأغذية الموجودة. خلي بال حضراتكم، الماعز البور هي الأشهر في العالم، وبيسموها الماعز العملاق أو الخارق، لأن وزن الحيوان الواحد بيتراوح ما بين 150 و200 كيلوغرام. تخيلوا لما ماعز يكون بالوزن ده. أما تكلفة أكله فبسيطة جدا، والحكاية كلها عشان تبدأ مشروع تجيب ذكر بور و3 نتايات لاستمرار السلالة، و10 من الماعز الشامي عشان خلفتها تتسمن وتتباع كلحوم، وبنسبة كبيرة بتبقى الخلفات توائم. يعني مشروع بيسترد رأس ماله في دورتين تربية بالكتير. عملتوا تجارب الدربر مع الأغنام في مطروح؟ أولاً بحثنا إيه اللي يطور السلالة دي وما يشيلش حاجة من الخصائص اللي فيها ويحافظ عليها، فجبنا سلالة الدربر. سلالة الدربر سلالة صحراوية بتعيش في جنوب أفريقيا. سلالة بقى معدل إنتاج اللحم فيها بيصل من 400 ل 500 جرام يوم. دي وحوش متحركة، مش من خرفانة عادية 400 يعني. ل 500 يعني جرام. تخيل البرقي لو وصل للوزن ده، البرقي اللي آخره 60 كيلو، البرقي آخره 60 كيلو. وفي نوع تانية، البرقي معدل النمو اليومي 250 جرام تحت أحسن ظروف، وده معدل كويس لو عرفنا نوصل له. مش كل الأفراد بتعرف توصل له، مش عايز أظلم السلالة، لكن هي أحيانا بتبقى أقل من كده. طب مع خلطها بالدربر؟ مع خلطها بالدربر وصلنا، أنا طبعا عملت زيارات ميدانية للمزارع، وصلنا لمواليد لموازين وقت الميلاد 4 كيلو ونص و4 كيلو 700 جرام، ووصلنا عند عمر شهر ل 15 كيلو. ودي حاجة يعني أنت بتعمل أبحاث محترمة جدا. أيوة، بنتابع شغلنا، مش بنشوف احنا طورنا ولا لأ. طب الطعم بتاع البرقي بيتغير؟ أيوة طبعا، أكيد أحلى ولا؟ أكيد أي سلالة بتدخل هتغير في بعضها. هي سلالة البرقي طبعا في اللحم ممتازة، والدربر بيضيف لها طعم حلو. احنا لسه ما دقناش. بعد 4 شهور هتدوق يا أستاذ محمد. ماشي، العزومة عندك. عندي بعد 4 شهور العزومة. كمل لي غير كده. طيب. بعد الدربر ايه السلالات اللي عامله توائم دي؟ ايوه، ما انا هقول لحضرتك انا عندي سلالات في الدلتا ما ينفعش احسنها بالدربر. السلالات دي عاليه، وهتبقى مش كل المربين هيعرفوا يهجنوها مع الدربر، فشوفنا ايه اللي يحسن السلالات دي ويضيف لها وما ينقصش منها. لقينا سلاله الميت ماستر او سيد اللحوم زي ما بيسموه في جنوب افريقيا. ميت ماستر. سلاله الميت ماستر عندها نفس القدره في معدل النمو ومعدل التحويل زي الدربر تماما، وبتتحمل نفس الاجواء، فهتعالج موضوع الليه الكبيره واللي بدا يكبر عندنا ده بكتير. هي ديل كده، هي ديل مش كده؟ ايوه ديل. نص ديل ونص ليا كده. هي فيها كيلو الا ربع ليا كده. اضف الى ذلك بقى معدل التوائم المرتفع جدا فيها. حضرتك شايف قدامك كده؟ ايوه طبعا. كل الاغنام عندنا والده توائم بفضل الله. عندي 10 ولدوا في المحجر هنا، اكثرهم رباعي، والمربين عارفين كلمه رباعي اول ولد. جايبين 2، واحده جابت فرداني وواحده جابت 3 و8 جابوا مجاوز. يعني المعدل التوأمه عندي الله أكبر. 2 ثابت. ده كان هدفنا في تطوير سلالات الدلتا بسلاله الميت ماستر. زي ما احنا درسنا، هو عالي زيها فيقدر يتعامل معاه. زي ما احنا درسنا البرقي وشفنا ايه اللي يناسبها وايه اللي يطورها، وهو الدربر، وجبناه وبفضل الله اشتغلنا عليه. وهتسمع ارقام هتخض اي مربي. عندنا عمر 50 يوم، وزن 27 كيلو، خليط بين الدربر والعساف. عندنا موازين ميلاد 8 كيلو و7 كيلو ونص و6 كيلو ونص. ودي ارقام اي مربي عارف انها ارقام تخض. عارف اللي اتولد 8 كيلو عند عمر 6 شهور هيبقى 60 كيلو. يعني ربي فوق السطح واكسب. ايوه، المربين بدأوا يربوا فوق السطح ويكسبوا فعلا. احنا جبنا سلاله السافولك. سلاله السافولك سلاله انجليزيه تم يعني تطويرها في جنوب افريقيا او اقلمتها على الجو الجنوب افريقي. المارينو ده لا، سلاله من كتر الصوف اللي عليها. سلاله السافولك حضرتك شايفها دي هي سلاله صوف.
لكنها سلالة ثنائية الغرض بتجيب لحم وصوف. احنا في مصر لازم نبدأ نحط عينينا على الصوف. لازم النعجة اللي أنا مربيها آخد منها صوف يعادل ثمن الخلفة. في جنوب أفريقيا بيبيعوا من النعجة صوف ب 1200 رند، ما يعادل 3000 جنيه تقريبا. ولازم احنا كمربين نبدأ نحط عينينا على الصوف، لأن الخروف اي مخرج من الخروف نستخدمه. النعجة هتجيب لي خروف وهتجيب لي صوف بثمنه. فاحنا جبنا السافولك عشان المربين يجربوه ويجزوا بايديهم ويشوفوا وزن الصوف ويشوفوا معدلات اللحم اللي بتطلع من الخرفان. برضو عندنا بعد كده جبنا حاجه خليط بين الدوربر وبين المارينو، هي اسمها الدورمر. هنوريها لحضرتك دلوقتي. دوربر ومارينو. دورمر اسمها الدورمر. هم جنوب طوروه. افريقيا معديه كده يا جماعه. ايوه، هم دخلوا الخروف النعجه الدوربر المارينو دخلوها على الخروف الدوربر عشان تديهم صوف وتديهم خروف يطلعوا لي اللحم. يا سلام. والفكره نجحت، وخروف ناجح جدا 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 في اللحم. بيوصل 100 كيلو عند عمر سنه وهو لسه لباني. طب انت الهدف ان انت جبت الدورمر ده؟ انا جبته عشان اوري المربين الدوربر لما دخل على نعجه احنا في مصر بنعتبرهاش نعجه لحم، او احنا ما بنتبسطش منها كنعجه لحم، هي المارينو. بنوريهم الدوربر لما دخل عليها عمل فيها ايه. وبالتالي هو لو دخل على العساف او الرحماني او الاسيمي او البرديسي هيعمل لي نفس التغيير. انا بحاول اخد بايد المربي واوريه تجارب عمليه تخليه يجمد قلبه ويدوس ويطلع شغل محترم. طب عايز ايه؟ ايه الدعم اللي انت عايزه؟ اديني 1 2 3 عشان نقدر. عايز الدولة تغير فكرتها عن جنوب افريقيا. تمام، ادي واحد. هو موقف وبائي، المناطق طالما سليمه مناطق مش دوله. عايزين اعاده دراسته، اعاده دراسه الموقف الوبائي، ولو على حسابنا. احنا مستعدين ناخد لجنه على حسابنا تطلع جنوب افريقيا وتلف المزارع وتلف المقاطعات وتشوف الوضع عامل ازاي وتنقل صوره جديده غير الصوره القديمه المعروفه عن الدوله. هي المفروض معلنه على منظمه الاي اللي هي تمام. صحه الحيوان العالميه. تمام. لكن في شفافيه وبيعلنوا. لكن لما يبقى في لجنه برضه تشوف نفسها في ارض الواقع ده احنا نطمن حتى تهدأ قلوبنا. تمام. طب انت مش بتفكر يبقى في مناشئ تانية ليك؟ يعني انت كل فكرك النهارده جنوب افريقيا بس؟ مفيش منشأ في البرازيل تروح تبص عليه؟ مفيش منشأ في افريقيا تبص تاني تبص عليه؟ انا رحت جنوب افريقيا لقيت البرازيل بدات تطور عندها، فانا ليه بقى؟ انتوا مقتنعين ان جنوب افريقيا كنز كبير جدا؟ احنا قبل ما نبدا التطوير قلت لحضرتك عملنا خطه للتطوير، ايه السلالات اللي عايزه تتطور واطورها بايه واجيبه منين، ودرسنا الدول المحيطه واللي ممكن نجيب منها كلها، ولقينا جنوب افريقيا دوله حتى في القادم هيبقى التعامل معاها سهل.